السلام عليكم يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فطاير بطريقه جميله محشيه بالجبنه وسهله جدا وطريقتها سهله. هنبدا على طول عشان ما نطولش بالفيديو. اول حاجه انا حطيت هنا، جبت كوبايه حطيت فيها معلقتين من السكر. بعد كده هحط عليهم من المعيار دوت حوالي كوبايه، يعني هامله المعيار ده مره ونص. هنحطه على الخميره ونحط باكو خميره مع معلقتين السكر مع كوبايه ونص اللي هي الميه الدافيه، وهنقلب الخميره ونركنها على جنب. بعد كده الخطوه اللي بعدها جبت 4 كوبايات دقيق من المعيار دوت. جبت 4 كوبايات دقيق، حطيت عليهم ذره ملح، هحط عليهم معلقتين لبن بودره، في مفيش مش مشكله. وبعد كده هنعجنهم بالخميره والسكر لغايه ما نعملها عجينه، وبعد كده هرجع اوريكم بعد ما اعملها عجينه هتبقى شكلها ايه. يبقى نعيد تاني يا بنات ان احنا قلناه، احنا حطينا 4 كوبايات من الدقيق، عجنتهم بشويه ميه بخميره، كيس خميره بمعلقتين سكر، وهعجن بيهم كده دلوقتي واوريكم بعد ما اعجن طريقتها هتحصل ايه. بعد كده حطيت لها معلقتين لبن بودره وهعجن العجينه كويس، وهرجع اوريكم بعد كده بعد ما اعجن العجينه هحط لها 3 معالق زيت. تمام، ممكن يعني اخلي العجينه كمان احط فيها شويه من حبه البركه، هتديها معلش عشان بصور بايد واحده فمش عارفه ايه بصور كويس. ممكن نحط حبه البركه ليها، وهعجن وارجع لكم تاني واوريكم شكلها. كده انا خلاص عجنت العجينه ودهنت وشها حبه زيت وغطيتها بالستريتش وهسيبها كده ربع ساعه تهدى شويه، وهرجع اوريكم هنعمل فيها ايه. تمام كده، دي العجينه وانا مغطياها كده وهريحها ربع ساعه، نرجع نشتغل فيها ان شاء الله. السلام عليكم، رجعت لكم تاني. كده انا قرصت الكور، عملوا كده 3 6 10 12، ولسه على فكره في تاني ممكن يعملوا قدهم كمان فطاير. فدلوقتي احنا هناخد واحده واحده كوره كوره، وهنحاول ان احنا هنفردها عشان مش عارفه طبعا عشان بايد واحده، وهحشيها جبنه من جوه وهرجع اوريها لكم بعد ما ارصها في الصاج هيبقى شكلها ايه. يا بنات انا خلاص عملتها، هدهن وشها بس بشويه لبن عشان تحمر، واحط لها شويه سمسم على الوش كده مع شويه حبه البركه، وارجع اوريها لكم تاني قبل ما ادخلها الفرن هيبقى شكلها ايه. كده يا بنات بعد ما طلعت من الفرن طعمها جميله جدا، جربوها. محشيه جبنه، تقدروا تعملوا منها اشكال كتير، وتقدروا تحشوا حشوات كتير، مش لازم حشوه واحده. تنفع طبعا المدارس الصبحيه مع الولاد في اللانش بوكس، تنفع عشاء، تنفع فطار مع نسكافيه مع شاي مع بيبسي، جميله جدا جدا. جربوها على فكره. انا برضو اللي مش نافع معايا قوي في ان الفرن عندي مش عامل الشوايه عندي بايظه فعشان كده يمكن ممكن ما خمرتش قوي، بس هي العجينه روعه روعه، وانتوا بتشتغلوا بيها نفسها تحسوا ان العجينه جميله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني باذن الله. زي كل فيديو بكلم فيه بصوتي، مش هوصيكم بالدعاء لوالدي ولوالدتي ولزوجي ولاخواتي رحمه الله عليهم، ربنا يرحمهم جميعا ويرحم جميع امواتنا واموات المسلمين اجمعين. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله مع وصفه تانية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.